السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة أولى ثانوي في كل أنحاء الجمهورية، أهلا بيك يا صديقي، أهلا بيك يا حبيبي. رجالتنا عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. ميعادنا النهاردة يا صديقي مع مراجعة منهج الجبر كاملا في محاضرة واحدة بس، يعني جايبين لك منهج الجبر كله يا حبيبي في محاضرة واحدة بإذن الله رب العالمين. شرح تفصيلي مع أسئلة مهمة جدا متوقعة في الامتحان. حبيبي طب أنا ما بدأتش من أول، اللي فات مات يا صديقي والحقنا في المراجعات. ان شاء الله رب العالمين النهارده هنلم لك منهج الجبر كله في محاضره واحده باذن الله. نبدا اول درس ان شاء الله. اول درس يا صديقي بيتكلم عن حاجه اسمها المصفوفات. الوحده كلها مصفوفات. درس اول بيتكلم عن تنظيم المصفوفات. اول حاجه يا صديقي رتب معايا كده الافكار. تعريف المصفوفه. المصفوفه دي يا باشمهندس تعريفها ايه؟ قال المصفوفه هي عباره عن ترتيب لعدد من العناصر. ترتيب لعدد من العناصر بنحطه داخل قوس من النوع ده. بس العناصر دي يا صديقي عبارة عن صف وعمود. ايه الصف يا مستر؟ قال لي دايما اللي جايب العرض ده بنسميه صف. اللي جايب العرض ده بنسميه صف. طيب والرأسي؟ قال لي الرأسي يسمى عمود. الرأسي يسمى عمود، يبقى الأفقي يسمى رأس، والأفقي يسمى صف، والرأس يسمى عمود. طيب تعريف المصفوفة عرفت إن هي بتتكون من صفوف وأعمدة. قال لي بقى في حاجة عندنا اسمها النظم أو بنسميها الرتبة. قال لي النظم أو الرتبة يا أستاذ الفاضل هي عبارة عن حاصل ضرب. يبقى اكتب معايا اكتب معايا. حاصل ضرب الصف في العمود. يعني أنا لما أحب أجيب رتبة أو نظم أي مصفوفة، حاصل ضرب الصف في العمود. يعني المصفوفة اللي قدامنا دي نظم كام في كام؟ فيها صفين فيها عمودين، يبقى دي على نظم 2 في 2. طيب مثال تاني معلش كده يا مستر عشان افهم. بص كده يا استاذ الفاضل، 1 2 3. دي مصفوفة عايز احدد النظم او الرتبة بتاعتها. قال لي بشوف الاول فيها كام صف وكام عمود. فيها صف واحد، وفيها 1 2 3، فيها 3 أعمدة. يبقى كده عرفت النظم او الرتبة بتيجي ازاي. حاصل ضرب الصف في العمود. طيب تاني حاجة عدد العناصر. بيجي يطلب مني يا استاذ الفاضل عدد العناصر. اجيب عدد العناصر ازاي؟ قال لي فك حاصل ضرب الصف في العمود. يعني انا لما فك حاصل ضرب الصف في العمود يديني عدد العناصر. ازاي يعني؟ قال لي يعني مثلا معاك مصفوفة على النظم 2 في 3، يكون عدد عناصرها كام؟ قال لي مصفوفة على النظم 2 في 3، عدد العناصر هفك الضربة دي. عدد العناصر 2 في 3 يديني 6، يبقى عدد العناصر فيها 6 عناصر. يبقى عرفنا كده النظم هي حاصل ضرب الصف في العمود، لو فكيت حاصل الضرب يديني عدد العناصر. تمام. بعد كده في حاجة عندنا اسمها مدور المصفوفة. احنا الأول بنطلع العناصر نفصصها وبعد كده نخش على الأسئلة. يعني ايه مدور؟ قال لي المدور هو استبدال الصفوف بالأعمدة. صديقي اصحى معايا. هو استبدال الصفوف بالأعمدة. مش فاهم؟ قال لي لو معاك مصفوفة زي دي 2 3 5 6، وحطيت لك من بره كده مد. قال لي ما هي بص كلمة مدور خدنا منها حرفين بس، ميم دال. فالميم دال لما اشوفها على اي مصفوفة او اي حرف معناها مدور. والمدور استبدال الصفوف بالأعمدة. مش فاهم؟ تعالى فهم. شايف انت الصف ده؟ اخليه عمود. الصف اخليه عمود، العرض اخليه طول، يبقى 2 5 الصف خليه عمود 3 6. هو ده المدور. يبقى ايه مدور يقابلك هتعمل ايه؟ هو استبدال الصفوف بالاعمده. المدور استبدال الصفوف بالاعمده. ماشي معلش واحده كمان تعال. هنمسح بس ده. محتاجين بس ايه؟ سبوره فاضيه عشان ايه نوضح لك الشرح قبل ما نخش على الاسئله، عشان ما تقفش مني ما تقفيش مني برضه ها. يلا بص يا استاذ الفاضل، في حاجه عندنا اسمها التعبير عن العنصر داخل المصفوفه. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ قال لي يعني يا هندسه لو معايا مصفوفه الف فيها 1 2 3 4،
الواحد ده بعبر عنه ازاي داخل المصفوفة؟ قال لي المصفوفة بتاعتي اسمها ألف. تمام. الواحد ده موجود في الصف الأول وموجود في العمود الأول، فنقول ألف واحد واحد. ما بتقرأش 11، ها؟ ألف واحد واحد يعني صف أول عمود أول بواحد. طب التلاتة دي، قال لي المصفوفة اسمها ألف، التلاتة موجودة في الصف الأول العمود الثاني، فتقرأ ألف واحد اتنين، ألف واحد اتنين تديني تلاتة. طب هات لي الاثنين، قال لي الاثنين تقرأ صف أول، صف تاني آسف، صف تاني عمود أول، يبقى ألف اتنين واحد باتنين. طب الأربعة دي تقرأ ألف، الأربعة موجودة في الصف التاني والعمود التاني، يبقى ألف اتنين اتنين تديني أربعة. يبقى التعبير عن العنصر داخل المصفوفة بعبر عنه إزاي؟ بحدد صف وعمود وابتدي أطلع القيمة بتاعته. كده أنا أول جزئية هبتدي أحدد عليها أسئلة. يلا يا أستاذ الفاضل، أول سؤال بسم الله. اختر الإجابة الصحيحة المصفوفة 3 2 1 على النظم كام؟ قال لي عشان أحدد النظم باجي بمشي أشوف في كام صف. كده معايا صف واحد، في كام عمود؟ واحد اتنين تلاتة، يبقى دي على النظم واحد في تلاتة، الإجابة رقم ب. حلوة جدا. تعال، إذا كانت إيه ده يا مستر؟ ده إيه المستطيل الصغير؟ قال لي ده يا أستاذ الفاضل يسمى مصفوفة صفرية. عندنا مصفوفة صفرية، هي مصفوفة جميع عناصرها أصفار. ماشي. على النظم اتنين في اتنين يكون عدد عناصرها. اتفقنا في ملخص الشرح، عدد العناصر بفك حاصل ضرب الصف في العمود، اتنين في اتنين يدينا أربعة. يجي طالب يقول لي هي مش صفرية يعني ما فيهاش، أقول له لا فيها أربع أصفار. تمام. السؤال الثالث، إذا كانت ألف مصفوفة على النظم تلاتة في اتنين، فإن اتنين ألف. في طالب يقول لي 2 ألف يبقى 2 في 3 ب 6، 2 في 2 ب 4. أقول له غلط. ليه؟ هقول له كده ملحوظة اكتبوا عندكم: الضرب لا يؤثر في النظم. يعني إيه يا مستر؟ يعني 3 في 2 المصفوفة 2 ألف برضه 3 في 2. الضرب لا يؤثر في النظم، ما بيحولنيش النظم. أمال مين اللي بيأثر؟ أقول لك أهو: بينما المد هو الذي يؤثر على النظم. يعني لو معايا مد يغير النظم على طول. تمام. إذا كانت ألف مصروفة على النظم 2 في 3، فإن عدد عناصرها، عدد العناصر أفك الضربة 2 في 3 ب 6. حلوة جدا. ب مصروفة على النظم 3 في 1، أيوه، فإن ب مد. ب مد، مد يعني مدور، يبدل النظم تبقى 1 في 3. الإجابة رقم د. طيب، شوف السؤال اللي بعد كده. داخل على التعبير عن العنصر داخل المصفوف. خد بالك من الحته دي. عاوز الف اتنين واحد زائد جيم واحد اتنين. طب صلى على رسول الله. الف اتنين واحد يعني الصف التاني، ادي الصف الاولاني، ادي صف اولاني، صاد يعني صف، وادي الصف التاني، ودوت العمود الاولاني، ودوت العمود التاني. انا عايز اتنين واحد، الصف التاني العمود الاولاني، يبقى بسالب اتنين، زائد جيم واحد اتنين، اروح عند جيم واحد صف اول اتنين عمود تاني بسبعة، سالب اتنين زائد سبعة يديني خمسة، يبقى الإجابة رقم ألف. حلوة جدا. بيقول لي هنا ألف مصفوفة، مديني المصفوف بيقول لي حيث أو ب بتساوي ألف مد. تعالى ناخد العلاقة دي نفكها. ب بتساوي ألف مد، هتنزل الب زي ما هي مش موجودة عندي، يساوي ألف مد. هدور الألف، هخلي الصف عمود، هخلي العرض طول، يبقى بدل ما هم ماشيين بالعرض أخليهم بالطول. 3 سالب 2 7، 5 سالب 4 3. مين دي يا مستر؟ ديت الب يا حبيبي. طيب تعالى بقى، وعايز مني إيه؟ عاوز ألف واحد 3 زائد ب 3 1. صلي على رسول الله. ألف واحد 3 يعني إيه؟ قال لي يعني صف أول. ادي الصف الاولاني يا مستر. الف اهي، معذره الف. الف انا غلطت جيت هنا عند ب. الف اهي صف اول. ماشي. عمود ثالث، والعمود الثالث بسبعه، يبقى الف واحد 3 بسبعه، زائد ب 3 1، ادي الب 3 الصف الثالث، ده الصف الاولاني، وده الصف الثاني، وده الصف الثاني. العمود الاول، ادي العمود الاول، يبقى بسبعه. 7 زائد 7 يدينا 14، اجابه رقم. كلام طيب زي حضرتك وحضرتك بالظبط. شوف السؤال ثالث. إذا كانت ألف فإن اتنين ألف مد. اتنين ألف مد يعني إيه يا مستر محمود؟ اتنين ألف مد. قال لي معناها الألف مد مضروب في اتنين،
حلو جدا. فهنزل الاثنين واقوم رايح جايب الف مد. يعني ايه الف مد؟ يعني ادور الالف، اخلي الصف عمود، اخلي العرض طول، يبقى 2 3 سالب 1 4 سالب 7 6. وبعدين هضرب الاثنين في المصفوف، 2 في 2 باربعة، 2 في 3 بستة، 2 في سالب 1 بسالب 2، 2 في 4 بتمانية، 2 في سالب 7 بسالب 14، 2 في 6 ب 12. اشوف دي في الاجابه موجوده عندنا، او ان شاء الله الاجابه رقم ج. يبقى كده انا ضربت وبعد كده دورت. في طالب بيدور وبعد كده يضرب الاجابه، طبعا تنفع، المهم يشتغل صح على المثال بتاعه. كده ده الجزء الاولاني. في بقى الجزء اللي بعديه على طول، مقدمه كده قبل ما اخش على الاسئله. في عندنا يا شباب حاجه اسمها، اكتب معايا واكتبي معايا، المصفوفه القطريه. يعني ايه مصفوفه قطريه؟ المصفوفه القطريه دي مهمه جدا جدا. قال لي هي مصفوفه مربعه. ومعنى كلمة مربع يا شباب يعني عدد الصفوف بيساوي عدد الأعمدة، جميع عناصرها أصفار ما عدا عناصر القطر الرئيسي. مش فاهم أي حاجة يا مستر، تعالى معايا فاهم حضرتك دلوقتي. بص كده معايا، دي مصفوفة اهي، وليكن أسميها ألف ب ج د. لو جيت قلت لك دي قطرية، لازم أن يبقى حضرتك كلها بصفار ما عدا الرئيسي. يعني المفروض دوت يبقى صفر، وده كمان يبقى صفر، ده القطر الرئيسي. آسف، معذرة يا شباب، جميع عناصر الاصفار ما عدا الرئيسي، ده الرئيسي دوت القطر الرئيسي، ابعد عنه. يبقى في المصفوفة القطرية ابعد عن القطر الرئيسي، والقطر الآخر ياخد اصفار. هي دي المصفوفة القطرية. يبقى مصفوفة مربعة جميع عناصرها أصفار ما عدا عناصر القطر الرئيسي. بص المثال ولا يفهم. تعال نشوف المثال الأول. إذا كانت مديني مصفوفة وهي مصفوفة قطرية، حط لي خط تحت قطرية. طالما قطرية هبين القطر الرئيسي يا شباب، واخد القطر الفرعي اساويه بالصفر. اخد القطر الفرعي اساويه بالصفر. ليه عملت كده؟ ده تعريف المصفوفه القطريه. اخرج 20 بعكس الاشاره، يتبقى معايا سالب 2 س بتساوي دي 20 تخرج سالب 20. هتقسم على السالب 2 يمين وشمال، تطلع السين بتساوي 10. الناحيه التانيه هطلع الستة بعكس الاشاره، يتبقى معاك سالب 6 ص، دي موجب 3 تخرج سالب 3. هقسم على السالب 6 يمين وشمال، دي تروح مع دي، تطلع ص بتساوي سالب 3 على سالب 6 يديك نص. هو عايز يا مستر، هو عاوز مني س زائد 2 ص. السين ب 10 زائد 2، من 2 تنزل بينهم علامة ضرب، واشيل ص واحط نص. فك دي على الآلة تديك 11. يبقى الإجابة رقم 2. يبقى ناخد بالنا، المصفوفة القطرية هي مصفوفة مربعة جميع عناصرها أصفار ما عدا الرئيسي. هنا بيقول لك إذا كانت ألف مصفوفة قطرية على نظم 3 في 3، وألف 2 1 بتساوي س زائد 4. طب إيه رأيك لو جينا تخيلنا المصفوفة دي؟ طبعا هي مصفوفة اسمها ألف 3 في 3، يعني فيها 3 صفوف وفيها 3 أعمدة. دوت اسمه ألف 1 1، وده 1 2 وده 1 3 مكان العنصر، وده 2 1 وده 2 2 وده 2 3 وده 3 1 وده 3 2 وده 3 3. هو بيقول لي ألف 2 1، فين 2 1 اللي هي دي؟ أعمل فيها إيه؟ ما إحنا اتفقنا المصفوفة القطرية هي مصفوفة مربعة جميع عناصرها أصفار ما عدا الرئيسي. طب ما ده الرئيسي، يبقى كل الباقي ده بصفار. يبقى آخد س زائد 4 أساويها بالصفر، أطلع الأربعة بعكس الإشارة، يبقى س بكام؟ بسالب 4. الإجابة رقم ج إن شاء الله. طيب أشوف السؤال اللي بعد كده. داخل بعد كده على معلومة مهمة جدا محتاجة منا تلخيص. تكتب معايا في كشكولة، تكتب معايا الجزئية اللي جاية، حاجة اسمها تساوي مصفوفتين. تساوي مصفوفتين. ايه يا مستر تساوي مصفوفتين دي؟ قال لي بص حضرتك، لو معاك مصفوفة اسمها ألف ب ج د بتساوي مصفوفة تانية اسمها س ص ع ل. طالما مصفوفة بتساوي مصفوفة، باخد كل عنصر أساويه مع نظيره. يبقى هنا حضرتك الألف هتساوي س. طيب
الجيم هتساوي ايه؟ قال لي الجيم هتساوي عين. طب والب؟ قال لي الب هتساوي صاد. طب والدال؟ قال لي الدال هتساوي لا. بس كده قلت له اه، هي دي القاعده اللي انا شغال عليها. شوف بقى المسائل عشان نبتدي نعرف احنا فاهمين ولا لا. اذا كان مصفوفه اهي، مصفوفه اهي، بتساوي مصفوفه اهي، اعمل ايه؟ اخد العنصر مع نظيره. يبقى اخد الف ناقص 2 مع مين؟ الله يفتح عليكم، مع التلاته. يبقى الف ناقص 2 بتساوي 3. وبعدين اخد 3 ب ناقص 2، نظيرها الناحيه التانيه مين؟ ها، 16. جميل. هطلع الاثنين بعكس الاشاره. يبقى الف بتساوي 3 زائد 2. قال لي يبقى الف ب5. وطلع الاثنين بعكس الاشاره. يبقى 3 ب بتساوي 16 زائد 2. يبقى 3 ب بتساوي 16 زائد 2 18. هتقسم على التلاتة يمين وشمال، تطلع الب بتساوي 18 على التلاتة فيها 6. كده ألف ب5 وب ب6، وعايز ألف زائد ب، يبقى 5 زائد 6 يديني 11. الإجابة رقم ب. شوف سؤال تاني. مصفوفة بتساوي مصفوف، ماشي، آخد العنصر مع نظيره. السين بتقابل مين؟ قال لي السين بتقابل 7. طب وصاد زائد 1؟ قال لي صاد زائد 1 بتساوي -2. أدي العنصر وأدي نظيره. طلع الواحد بره. يبقى صاد بتساوي -2 ناقص 1. يبقى صاد بتساوي -3. كده السين ب7 وصاد ب-3، وعايز س زائد صاد. يبقى 7 زائد -3 يديني 4. الإجابة رقم دي. مثال تاني على نفس الحتة دي برضه. مصفوفة بتساوي مصفوفة، أعمل إيه؟ آخد العنصر مع نظيره. يبقى ناخد 2 ألف ناقص 1 أساويها بالتلاتة، وياخد 3 ب زائد 1 أساويها بالسبعة. وبعدين خرج الواحد بعكس الإشارة. يبقى 2 ألف بتساوي 3 زائد 1. يبقى 2 ألف بتساوي 4. 3 زائد 1، أقسم على الاتنين يمين وشمال، تطلع ألف 4 على الاتنين فيها الاتنين. وطلع الواحد الناحية التانية بعكس الإشارة. يبقى 3 ب بتساوي 7 ناقص 1، لأن واحد موجب يخرج سالب. يبقى 3 ب بتساوي 7 ناقص 1 6 يا شباب. اصحوا معايا، أقسم يمين وشمال على معامل الب، تطلع الب بتساوي 6 على 3 فيها الاتنين. يبقى كده ألف ب2 وب ب2، هو عايز ألف زائد ب، يبقى 2 زائد 2 يديني كام؟ 4. الإجابة رقم ألف. ماشي. نشوف السؤال اللي بعد كده. جميل جميل جميل. سؤال في منتهى الروعة، نركز فيه. مديني قاعدة. المصفوفة دي يا شباب من بره عليها مد، يبقى لازم الأول أدورها، أخلي الصف عمود، أخلي العرض طول. يبقى 1 س 2 -1 6 5. كده أنا دورتها. وأنزل التانية زي ما هي. 1 -3 2 -1 6 صاد. يلا خدوا العنصر مع نظيره. السين دي هتقابل مين؟ ايوه صح، برافو. السين ب -3. طب والصاد نظيرها مين؟ نظيرها 5. يبقى الصاد ب5. هو عايز ايه؟ عاوز س صاد، يعني س في صاد. يبقى -3 في 5 يديني -15. انهي اجابه؟ رقم الف ان شاء الله. شوف سؤال اللي بعديه. مهم جدا 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 جدا، متوقع في الامتحان ان شاء الله. هاخد العنصر الاولاني اللي هو س تربيع ناقص ص تربيع بتساوي 12. ما العنصر ده نظيره ده. واخد س زائد ص نظيرها كام؟ 4. يبقى س زائد ص تساوي 4. صلي على رسول الله كده وركز معايا في الحته اللي جايه دي، عشان في طلبه كتير ما بتعرفش تكمل. ليه يا مستر مش عارفه تعمل ايه؟ ما هو س تربيع ناقص ص تربيع ده اسمه فرق بين مربعين، يتحل القوسين قد بعض. وادي ال 12 اللي بره. س تربيع س وس، واحدة موجب واحدة سالب، بحل التحليل تاني إعدادي. صاد تربيع صاد وصاد. يبقى أنا حللت ده فرق بين مربعين. وبعدين سمعك ممتاز. مستر س زائد صاد ب4، أشيل دي وأحط مكانها ال4، وأنزل الباقي كله زي ما هو. جميل. طب ما تيجي نقسم يمين وشمال على ال4 دي عشان نخلص منها. 4 تروح مع 4 تطلع س ناقص صاد. 12 على 4 فيها التلاتة. كده معايا معادلة أهي. وكان معايا معادلة تاني فوق. هعمل ايه يا مستر؟ هحطهم تحت بعض واحل بالحذف. هتاخد س زائد ص، ما انا التالتة اعداد يا شباب، ها. وس ناقص ص بتساوي 3.
ادور على اشارتين مختلفتين، واحده موجب واحده سالب. عندك؟ عندي موجب صاد وسالب صاد، احذف. وبعد كده اجمع اللي اتبقى. هنا واحد وهنا واحد يبقوا 2 س، دول خلاص اتحذفوا. 4 و3 7. هقسم على الاثنين يمين وشمال، تطلع س بتساوي 7 على 2. جبنا س يا هندسه؟ يا مستر. تعالى نجيب صاد. طب تعال هنجيب صاد ازاي؟ قال لي هنقول بالتعويض في المعادله الاولى. اشمعنى؟ عشان هي الموجبه، الموجب اسهل. نزل المعادله الاولى، س زائد ص بتساوي 4. السين بكام؟ قال لي شيل السين وحط 7 على 2 ونزل الباقي كله. انا عايز صاد اطلع دي بره. يبقى صاد بتساوي 4 ناقص 7 على 2. 4 ناقص 7 على 2 يديني نص. يبقى اصبحت ان السين ب7 على 2 والصاد بنص. هو عايز ايه مني في المساله دي؟ ان شاء الله عاوز من حضرتك س صاد، يعني اضرب السين في الصاد. يعني هضرب 7 على 2. 7 على 2 في نص. راحت طالعه كام؟ تطلع الاجابه ان شاء الله 7 على 4، اللي هي الاجابه رقم د باذن الله. طبعا سؤال فيه شغل جامد جدا، ناخد بالنا منه عشان مهم جدا ومتوقع في الامتحان باذن الله. نروح بعد كده، بعد تساوي مصفوفتين هنروح لبعد كده ملحوظه مهمه جدا. اكتب معايا، اكتب معايا. في عندنا حاجه اسمها المصفوفه المتماثله والمصفوفه شبه متماثله. دي اخر حاجه في الدرس الاول يا شباب. المتماثله قانونها ان الالف بتساوي الف مد. اكتب معايا في الملخص بتاعنا. الشبه متماثله قال لي الالف بتساوي سالب الف مد. بس انا لازم عايزك تحفظ القانون ده، بس انا مش هخليك تشتغل بيه. أنا هديك الاختصارات بتاعتنا اللي احنا عاملينها بفضل الله، هتميزك عن اي حد. طب بص كده معايا. دي مصفوفه متماثله. قال لي لو بتحل مصفوفه على نظم 2 في 2، وليكن ده اسمه ا ب ج، هسمي ده ج زيه ليه؟ لان دول بيساووا بعض. لو لقيت على نظم 2 في 2 بين القطر الرئيسي ويساوي الفرع ببعضه. دي على نظم كام؟ 2 في 2. طب لو على نظم 3 في 3، قال لي بص على نظم 3 في 3. ادي الف ب ج د د ه ه واو واو. اكيد فهمتي؟ طيب بارك الله فيك. ادي القطر الرئيسي. هاخد سمبوكسات مع بعض. بص دي ما بتقابلش غير دي. فلما يكون معاك حاجه زي كده 3 في 3، ساوي ده بده على طول، ما تفكرش. هاخد اله مع اله. بص السمبوكسه باينه ازاي، والواو مع الواو. جميله، اسهل من ان انا اشتغل بالقانون اللي فوق. طب لو كانت شبه متماثله، قال لي الشبه متماثله نفس الوضع، بس عايز ابلغك حاجه، ان القطر الرئيسي دايما بصفر. ولو دوت جيم يبقى دوت سالب جيم، واحده معكوس جمع للاخر. يبقى عايز افهمك حاجه وافهمك حاجه. اكتب معايا عناصر القطر الرئيسي مالها يا مستر؟ بتساوي صفر. فين؟ في المصفوفه الشبه متماثله. والقطر الاخر واحد يكون معكوس جمع للاخر. طب ما تيجي نشوف الاسئله عشان انا ما بحبش ارغي كتير. صلوا على رسول الله. بيقول لحضرتك ايه هنا؟ اذا كانت المصفوفه دي متماثله بين القطر الرئيسي، الله يكرمك، هساوي الفرع ببعض. يبقى 2 س ناقص 4 بتساوي سالب 2. اطلع السالب 4 بره. يبقى 2 س بتساوي سالب 2 زائد 4. يبقى 2 س بتساوي سالب 2 زائد 4 يديني 2. هقسم يمين وشمال على الاثنين، تطلع س 2 على الاثنين فيها الواحد. يبقى قيمة س بواحد، الإجابة رقم ألف. كلام طيب زيكم ورب الكعبة. كلام طيب زي دفعة أولى ثانوي السنة دي. يلا يا هندسة. إذا كانت المصفوفة دي متماثلة، أبين الرئيسي بينته. طب دي يا مستر 3 في 3. أنا هسألك وهسألك سؤال. العنصر ده بيقابل مين في السمبوكسة؟ الله، بيقابل سالب واحد. يبقى س ناقص واحد بتساوي سالب واحد. طلع ده بره. يبقى س بتساوي سالب واحد زائد واحد. يبقى س بتساوي سالب واحد زائد واحد يديني كام؟ يديني صفر. إجابة صفر. صفر. حلو أوي. طيب السؤال اللي بعديه برضه مصفوفة متماثلة. بين الرئيسي بينته. خد سمبوكسات. وتاخد الميم مع مين؟ هاخد الميم مع صاد ناقص س، واعمل عمود كده. هتاخد الاتنين مع مين؟ اتنين بتقابل صاد، يبقى صاد باتنين. هتاخد س ناقص واحد. فين السمبوكسة بتاعتها؟ س ناقص واحد سمبوكستها 7. حلو جدا جدا جدا.
الأولى مش هعرف أشتغل عليها، ليه؟ فيها ثلاث مجاهيل، ودي خلاص صاد باتنين. هطلع الواحد بعكس الإشارة، يبقى س بتساوي 7 زائد 1، يبقى س بتساوي 8. هنشتغل بقى هنا، الميم هتنزل أنا عايزها، الصاد طلعت باتنين، ناقص السين بتمانية، اتنين ناقص تمانية يديني سالب ستة. يبقى الإجابة رقم ب إن شاء الله. أسئلة كلها مباشرة بس محتاج أكون حافظ القانون. تعالى معايا. مصفوفة شبه متماثلة، أبين الرئيسي والرئيسي كله صفار، الراجل جايبه جاهز. هناخد ده مع سمبوكس ده، بس بغير الإشارة، يبقى مين بكام؟ بسالب أربعة. حلو أوي. العين هتقابل مين؟ العين هتقابل اتنين، غلط، سالب اتنين، معكوس جمعي. طب النون، النون هتقابل كام؟ النون هتقابل سالب ستة. هو عاوز ميم زائد عين ناقص نون. الميم بسالب أربعة، والعين بسالب اتنين، والنون بناقص ستة. هتفك دي على الآلة، دول سالب ستة زائد ستة يديني صفر. يبقى الإجابة رقم ج. حلو جدا. تعالى، في عندي خاصية مهمة جدا يا شباب. بتقولي الخاصية دي يا مستر، بتقولي إذا كانت ألف مصفوفة متماثلة وفي نفس الوقت شبه متماثلة، يبقى هي متماثلة وشبه متماثلة. قال لي يبقى دي مصفوفة صفرية. تحفظ لي القانون ده لو سمحت، لو سمحتي هتحفظيه. ماشي. وبعد كده، بعد المتماثلة وشبه متماثلة داخل على إن شاء الله الجمع والطرح، الدرس التاني. خلصت الدرس الأولاني يا شباب. ايه الجمع والطرح؟ جمع ابتدائي، لو معايا مصفوفة اسمها 2 1 3 4، عايز اجمعها مع 1 2 3 4، تعرف تجمع؟ اه اعرف ان شاء الله. اخد 2 اجمعها مع ناظرها، 2 1 3. اخد التلاتة اجمعها مع ناظرها، 3 زائد 3 6. اخد الواحد اجمعه مع نظيره، 1 و2 3. اخد الاربعة اجمعها مع نظيرها، 4 و4 8. طب حلو جدا. طب الطرح، الطرح زي ايه بالظبط؟ الطرح بدل ما بجمع بطرح، 1 2 3 4 ناقص 5 6 7 8. احنا بنحط مثال كده عشان قبل ما اخش على المسائل تبقى فاهم. 1 ناقص 5 يعني سالب 4. لو سمحت، انت قدرات عقلك ما بتعرفش تطرح بالآلة، يبقى ما بتعرفش تحسب بمخك، احسب بالآلة. 1 ناقص 5 سالب 4. 3 ناقص 7 يديني سالب 4. 2 ناقص 6 سالب 4. 4 ناقص 8 سالب 4. يبقى دي الإجابة بتاعتي. طب تعالى نشوف المسائل. يلا. اول مثال بيقول ايه يا هندسه؟ بيقول لي لو سمحت ادي الف وادي ب، عايزين الف زائد ب. خلاص اقول له الف زائد ب بتساوي، ادي المصفوفه هتجمع 4 سالب 4 زائد 2 يديني سالب 2. يا مستر ازاي؟ امسك الاله واحسب. 8 زائد سالب 4 يديني 4. سالب 5 زائد 5 يديني صفر. يبقى انا عايز مصفوفه سالب 2 4 0. الاجابه رقم ب. طيب. دخل حاجه من الدرس الاول اهي. مصفوفة تنزل زي ما هي، لو سمحت تحترم المسألة، المسألة تحترمك. زائد يعني ما تجيش تدور لي دي فوقيها وتتوه مني. المصفوفة دي عليها مد، خلاص دورها، خلي الصف عمود، يبقى 6 سالب 4 2 سالب 6. حلو جدا. اجمع يلا. سالب 5 زائد 6 يديني 1. سالب 2 زائد 2 يديني 0. 4 زائد سالب 4 يديني 0. 7 زائد سالب 6 يديني 1. طب فين دي في الاختيارات؟ يجي طالب غشيم يختار ج، اقول له يلا دي 11، يقول لي ما أنا مش لاقي دي. اقول له ما هي دي تسمى عندنا اي مصفوفة الوحدة. يعني 1 1 0 0 اي مصفوفة الوحدة ان شاء الله. ماشي. السؤال اللي بعد كده مهم جدا. بيقول لي عاوز الف مد زائد ب. تعالى يلا فك لي الالف مد. يعني ايه الف مد؟ يعني ادور الالف، بدل ما هي صف خليها عمود، يبقى 4 9. بدل ما هما جنب بعض خليهم تحت بعض. 5 2 5 2 زائد، دي ب عادية حط ب عادية، سالب 1 سالب 6 1 2 يتساوي. تعالى نجمع يا هندسة. 4 زائد سالب 1 يديني 3. 5 زائد 1 يديني 6. 9 زائد سالب 6 يديني 3. 2 زائد 2 يديني 4. عندك الإجابة دي؟ الإجابة رقم ب إن شاء الله. شوف السؤال اللي بعديه. معايا مصفوفتين، عاوز مني ألف زائد ب مد. أنزل ألف، 4 5 9 2. ب مد يعني إيه؟ أمد الب، أخلي العرض طول، بدل ما هو سالب 1 1 يبقى سالب 1 1. سالب 6 2. يجمع 4 زائد سالب 1 يديني 3. 9 زائد سالب 6 يديني 3. 5 زائد 1 يدينا 4. 2 زائد 2 يدينا 4.
يبقى أنا عايز 3 3 4 4. عندنا الكلام ده؟ أكد تاني كده معلش. ألف 4 5 9 2 زائد ب مد سالب 1 1 سالب 6 2. 4 زائد سالب 1 3. 9 زائد سالب 6 دي 3. معذرة باينة في غلط أهو. مش يا شباب. 5 زائد 1 6. 2 زائد 2 4. يبقى أنا عايز إيه؟ 3 6 3 4. الإجابة رقم ب إن شاء الله. ماشي. المسألة اللي بعديها مهمة أوي، مهمة أوي. أدي مصفوفة اسمها 5 4 1 1 زائد الب. فك الأي. أي يعني إيه؟ أي مصفوفة الوحدة. هي عبارة عن 1 1 0 0. أنزلها زي ما هي. أنا عايز أجيب ب. كأنك بتحل معادلة ابتدائي. خرج المصفوفة دي بعكس الإشارة. يبقى الب بتساوي 1 0 0 1. دي موجبة تخرج سالبة. ماشي. وبعدين تعالى يا هندسة نفك. يبقى أقول له الب بتساوي 1 ناقص 5 سالب 4. 0 ناقص 1 بناقص 1. 0 ناقص 4 بناقص 4. 1 ناقص 1 0. عاوز سالب 4 سالب 4 سالب 1 0. الإجابة رقم ب. ماشي. شوف السؤال اللي بعديه. بيقول لي إذا كانت أو كان 2 س زائد دي بتساوي الصفرية. أدي 2 س زي ما هي. المستطيل الصغير معناه صفر، يعني ملوش لازمة. هتخرج دي بعكس الإشارة الناحية التانية. طب ما هي المصفوفة إشارتها موجب أهي. يبقى تخرج بره سالب وتنزل المصفوفة زي ما هي. 2 س هتنزل. طب ما هو السالب ده يا هندسة يتضرب في المصفوفة يغير إشاراتها. دي سالب 2 تبقى 2. دي 4 تبقى سالب 4. دي سالب 2 تبقى 2 والصفر زي ما هو. طب س قدامها كام؟ 2. قال لي هتقسم هنا على 2 وكل دي على 2. ف2 تروح مع 2 تقوم طالعة س. اقسم كل العناصر دي على 2. 2 على 2 فالواحد. سالب 4 على 2 فالسالب 2. 2 على 2 فالواحد. 0 على 2 فالصفر. عندي الإجابة دي؟ عندنا إن شاء الله الإجابة رقم د. تمام. إذا كانت الصفرية دي مصفوفة صفرية على النظم 2 في 3 فإن المصفوفة دي زائد الصفرية. طبعا الصفر ده ملوش أي لازمة. يعني نقول إيه؟ 5 زائد صفر. لو أنت بتحل 5 زائد صفر هيديك كام؟ دي 5، يعني صفر ملوش لازمة. فده كده ملوش لازمة. فمفيش جمع أصلا. هيديني نفس المصفوفة. الإجابة رقم دي. طيب. السؤال اللي بعديه بيقول لي لأي مصفوفة ألف يكون ألف زائد ناقص ألف. ما هو بص يا هندسة. ألف زائد سالب ألف. الألف الأولى هتنزل. موجب في سالب بسالب والألف دي هتنزل. طب ما هو ألف ناقص ألف يديني إيه؟ واحد يقول لي يديني صفر. أقول له برافو عليك. طب إيه؟ صفر بتاعنا ولا مصفوفة صفرية؟ قال لا المصفوفة الصفرية عشان أنا بعمل شغال على مصفوفات فالناتج مصفوف. أه. دي ناقص دي بتساوي دي. طبعا انا مش هينفع اطرح دول عشان في مجهولين. قال لي خلاص. امشي بنفس الريتم بتاع المسألة. تاخد الاول مع الاول بيساوي الاول. يبقى هقول ايه؟ قال لي هقول س ناقص واحد بتساوي 3. وهقول التاني مع التاني مع التاني. فاقول 6 ناقص ص بتساوي 5. طلع الواحد بعكس الإشارة يبقى س بتساوي 3 زائد 1. يبقى س بتساوي 4. طلع الستة بعكس الإشارة. يبقى سالب ص بتساوي 5 ناقص 6. يبقى سالب ص بتساوي 5 ناقص 6 سالب 1. سالب يروح مع السالب قصاد بكام؟ بواحد. هو عايز إيه؟ هو عايز س زائد ص يا مستر. طب ماشي. ما تيجي نجمع س زائد ص. الس بأربعة والصاد بواحد. 4 زائد 1 5. يبقى الإجابة رقم دي. يقول لك في السؤال اللي بعديه. ألف مصروف على نظم 2 في 3. ماشي يا مستر. ب هي المعكوس الجمعي. يبقى البيع على نظر كام؟ نفس النظر. ليه؟ قال لي قلنا من شوية في ملحوظة. الذي يغير النظر هو المدور. المدور الوحيد اللي بيغير النظر. أي حاجة غيره مفيش تغيير. طيب خد بالكم من السؤال ده عشان مهم أوي. ألف مصفوفة على النظر 2 في 3 وب 2 في 2 وج 3 في 2. فأي العمليات الآتية معرفة. احنا بنحل جمع وطرح يبقى لازم أن يكون ليهم نفس النظم عشان تبقى معرفة. ازاي يعني؟ بص معايا. انا عايز الف زائد ب. هي الف زائد ب دي اجيبها ازاي؟ بص كده معايا.
الألف على نظم 2 في 3، اكتب معايا، اكتبي معايا. الب على النظم 2 في 2. هل دي نفس النظم؟ لا يا مستر، يبقى دي ما تنفعش. الب 2 في 2. الجيم، الجيم اهي 3 في 2. هل نظم دي زي دي؟ يبقى دي غير معرفة. تعالى الجيم. ألف، ألف هي على النظم كام؟ 2 في 3. طب جيم مد، جيم مد يعني أدور المدور، المدور بيبدل النظم. دي 3 في 2 تبقى 2 في 3. النظم دي زي دي، يبقى دي العملية الممكنة المعرفة معايا. تيجي تتأكد من دي. ألف 2 في 3. جيم 3 في 2. دي مش زي دي برضو، يبقى الإجابة رقم جيم. السؤال اللي بعد كده بيقول ألف زائد ألف مد بيساوي الصفرية، يبقى ألف مصفوفة إيه؟ صلى على رسول الله. أنا هطلع دي بعكس الإشارة. يبقى ألف بتساوي هي موجب تخرج سالب ألف مد. قلنا في أول المحاضرة خالص في الملخص، المصفوفة اللي الألف بتساوي سالب ألف مد تبقى إيه؟ ألف تبقى شبه متماثلة. إنما لو كانت بتساوي ألف مد تبقى متماثلة بس. بعد الحتة ديت داخلين على ضرب المصفوفات. قبل ما أخش على الضرب، تعالى كده معايا نعمل ملخص الضرب. بص يا هندسة، عشان أضرب أي مصفوفتين في شرط لازم يتحقق عندي. إيه الشرط ده؟ لازم عمود الأولى يساوي صف الثانية. يعني إيه يا مستر محمود؟ قال لي يعني بص يا هندسة كده، صلي على رسول الله. معايا مصفوفة على نظم 2 في 3، ومصفوفة تانية على نظم 3 في 2، مصفوفة على نظم 2 في 2، مصفوفة على نظم 1 في 2. عشان يبقى الضرب ممكن لازما عمود الأولى، لازما التاني هنا يساوي الأولاني هنا. كده دي ممكنة. هنا التاني كام؟ 2. هنا الأول كام؟ 1. دي غير ممكنة. يبقى في شرط للضرب، في شرط للضرب. لازما التاني يساوي الأولاني في النظم. التاني يساوي الأولاني، لو ما ساويش بعض يبقى العملية غير ممكنة. ماشي، تعال نشوف بقى الأسئلة. أول سؤال بيقول اختر الإجابة الصحيحة إذا كانت ألف على النظم 3 في 1. ألف 3 في 1. الب 1 في 3. عايزين ألف ب. أقول لك طريقة مختصرة، مش هنقول لازم ده يبقى زي ده، احذفهم مع بعض. يتبقى مين؟ يتبقى 3 في 3 بالإجابة رقم 2. فهمتوا حاجة؟ سهلة جدا ومباشرة جدا. ألف على نظم 1 في 3. ب على نظم 3 في 2. عايزين ب مد ألف مد. تعال ب مد ألف مد. ب مد يغير النظم تبقى 2 في 3. ألف مد يغير النظم يبقى 3 في 1. هنشيل دول عشان متشابهين، يبقى الناتجة 2 في 1. يبقى دي الإجابة. حاجات مباشرة محتاجة تركيز بس. طيب ألف على نظم 2 في 3. ب مد، لا أنا عايز الب. طب المد 1 في 3 لما مدها تبقى 3 في 1. عايزين الناتجة، عايزين الناتجة. يبقى ده يروح مع ده، يبقى الناتجة 2 في 1. ألف على نظم 2 في 3 وألف ب حاصل الضرب 2 في 1. برضه هنشيل المتشابه. الاثنين تروح مع 2 يبقى الناتجة 3 في 1. دي مشكلة الكلام. دي أول جزئية في الضرب. بعد كده أروح لضرب المصفوفات. بص يا هندسة، عشان نضرب بنحدد صف من الأولى فأعمل في الثانية. أعمل خطوة الحل عشان الناس تفهم. أقول الأول في الأول، أقول 2 في 0. 2 في 0 زائد 0 في 0 تطلع 0. بس الصف الأول في العمود الثاني أقول 2 في 1 زائد 0 في 2. دي 2. هاخد الصف الثاني في العمود الأولاني. بناخد الأول في الأول، الأول في الأول يبقى 1 في 0 زائد الثاني في الثاني 0 في 0 يطلع معايا 6. آخد الصف التاني في العمود التاني، الأول في الأول يبقى 1 في 1 زائد التاني في التاني 0 في 2. ممكن يديك 1. حطهم لي في مصفوف. أو الأولاني هو 0 و2 و0 و1. عندك دي الإجابة رقم 2. المسألة اللي بعديها بيقول لي عاوز ألف تربيع. خدوا بالكم عشان في ناس كتير بتفتكر ألف تربيع بربع. لا، ألف تربيع معناها ألف في ألف. يعني هتنزل ألف مرة
وتنزل ألف مرة تاني. طب هنحل ازاي؟ بناخد صف من الأولى في أعمدة التانية. طيب تعالى نفوق. همسك الآلة. 2 في 2، أعملها لك اهي في الجنب. 2 في 2 زائد سالب 1 في 4، يطلع معايا كام؟ صفر. 2 في سالب 1 زائد سالب 1 في سالب 2، دول سالب 2 زائد 2 في 2 برضه صفر. خد الصف التاني. 4 في 2 الأول في الأول زائد سالب 2 في 4، برضه ادتني صفر. 4 في سالب 1 زائد سالب 2 في سالب 2، برضه ادتني صفر. طبعا صفر 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 دي مصفوفة صفرية. طب آخد ج ولا د؟ طبعا باخدها على حسب المسألة. هنا 2 في 2 يبقى على وزن 2 في 2، يبقى الإجابة رقم د. خدوا بالكم من الضرب عشان الضرب بيلخبط في الامتحانات. في ملحوظة مهمة جدا يا شباب اكتبها معايا. لما أقول لك ألف ب كل مادة، فك ازاي الرياضة؟ قال لي المد بينزل على القوس بس من الآخر للأول. يعني ده بيتفك ب مد ألف مد. طب لو قلت لك س ص مد، فك ازاي؟ المد ينزل من الآخر، يبقى ص مد س مد. حلو قوي. طب أنا لو جيت عكست وقلت لك إيه؟ د مد ت مد، تعرف تقول لي دي أصلها كان إيه؟ أه أعرف إن شاء الله. مش هما الاتنين عليهم مد؟ هما الاثنين عليهم مد صح؟ يبقى انا اعمل قوس عليه مد من بره وابدل الحروف يبقى ه د. كلام طيب جدا زي حضراتكم. بص بقى معايا السؤال اللي موجود دلوقتي. السؤال بيقول ايه؟ عاوز ب مد الف مد. طب ما تيجي نفكها رياضه، مش هنا مد وهنا مد، يبقى كل مد بره. ودول كتبوا كده، قال لي لا بيتبدلوا يبقى الف ب. يبقى الحته اللي هو عايزها دي اللي هي ب مد الف مد اصلها الف ب كل مد. طب ما انا عندي الف ب، تيجي تجيب لي الف ب مد. ادور. ايوه برافو، خلي الصف عمود. يبقى 3 سالب 1 4 5. 3 سالب 1 4 5 الاجابه رقم ب ان شاء الله. السؤال اللي بعديه. معايا الف ومعايا ب، عاوز ب الف لكل مد. طيب تعالى معايا هندسه عشان احل المساله دي احلها ازاي. تعالى كده نفك دي، المد ينزل من الاخر للاول، يبقى الف مد ب مد. الف مد ادي الالف امدها، خلي الصف عمود يبقى 2 سالب 2. ب مد اخلي الصف عمود يبقى 2 5. بعدين واخد الصف في العمود. اضرب يا هندسه. 2 في 2 زائد سالب 2 في 5، دول على الآلة دي سالب 6. يبقى الإجابة رقم ج إن شاء الله. مسائل لو أنت ما ضربتش عليها دخلت الامتحان تعك على طول. هنا عايز أجيب قيمة س. تعالى الأول نفك الأي دي. 4 3 1 1 1 سالب 3 سالب 1 س، والآي تتفك دي مصفوفة الواحد. واحد واحد صفر صفر. أنا عايز أجيب س، يبقى هاخد الصف الأول أضربه في العمود الثاني وأساويها بالرقم الثاني. وأنا لما أضرب في الصف الأولاني، آسف، لما أضرب في العمود الأولاني أساوي بالرقم الأولاني، لما أضرب في العمود الثاني أساوي بالرقم الثاني. هقول 4 في سالب 1 زائد 1 في س أول في أول زائد تاني في تاني، وأساويها بكام يا أستاذ الفاضل؟ أساويها بالصفر. ده صفر يا جماعة مش 5. 4 في سالب 1 بسالب 4 زائد 1 في س بس بتساوي صفر. طلع الأربعة بره يبقى س بتساوي سالب 4. يبقى الإجابة سالب 4، يعني الإجابة رقم د إن شاء الله. في مثال تاني ده ضرب. آخد الصف في العمود في العمود، أول في أول يبقى 2 في س زائد تاني في تاني 3 في 3، أساويها بكام؟ أساويها بالسبعة. يلا أول في أول يبقى 2 في 7 أول في أول زائد تاني في تاني زائد 3 بصاد، السبب بكام؟ ب8. يبقى السبعة دي بتاعت العمود الأولاني والثمانية بتاعت العمود الثاني. فك بقى رياضة. 2 في س ب 2 س، 3 في 3 ب9 وأدي السبعة. طلع 9 بره يبقى 2 س بتساوي 7 ناقص 9 يبقى 2 س. 7 ناقص 9 سالب 2. هقسم على الاثنين يا شباب يمين وشمال، تطلع الس بسالب 1.
2 في 7 ب 14، و3 في ص ب3 ص بتساوي 8. اصحى يا شباب. طلع ال 14 بعكس الإشارة، يبقى 3 ص بتساوي 8 ناقص 14. 3 ص 8 ناقص 14. حط الكبير في مخك، الصغير عيدك يطرح. 8 ناقص 14 2 سالب 6. قسم على 3 يمين وشمال، تطلع ص بسالب 2. يبقى س بسالب 1 وصاد بسالب 2، وعايز يجمعهم سالب 1 زائد سالب 2 2 سالب 3. الإجابة رقم ألف إن شاء الله. سنة بعد كده مقالي اثبت أن أوه ماي جاد أوه ماي جاد. ولا يهمك يا هندسة. عشان أحل المسألة دي، أول حاجة هتمسك حد من حدود المقدار، هتمسك لي ألف تربيع تفكها. الألف تربيع عبارة عن ألف في ألف. ماشي يا مستر. تمام يا مستر. يلا. هحدد صف من الأولى في أعمدة التانية، وأمسك الآلة. الأول في الأول زائد التاني في التاني، سالب 1 في سالب 1 زائد 2 في صفر يديني 1. هاخد الصف الأول في العمود التاني، سالب 1 في 2 زائد 2 في 3 يدينا 4. هاخد الصف التاني في العمود الأولاني، صفر في سالب 1 زائد 3 في صفر يديني صفر. صفر في 2 زائد 3 في 3 يديني 9. مين ده يا مستر؟ ده ألف تربيع. طب تعالى معايا نجيب 2 ألف، ما تاخدش إشارات، ما تقوليش سالب 2. يعني إيه 2 ألف؟ 2 ألف يعني 2 في ألف. طب ما دي ألف فوق أهي، اضربها في 2. 2 في سالب 1 بسالب 2. 2 في صفر بصفر. 2 في 2 ب4. 2 في 3 بصفر. كده أنا جبت إيه؟ كده أنا جبت 2 ألف. طيب في 3 أي، تعالى نجيب 3 أي. 3 أي، التلاتة هتنزل، والاي هي مصفوفة الوحدة. وحدة. 1 1 0 0. طيب 3 في الاي اضرب التلاتة، 3 في 1 ب3. 3 في صفر بصفر، 3 في صفر بصفر، 3 في 1 ب3. وبعدين قال لي امسك بقى المقدار اللي انا مديهولك، انزله قدامي، اللي هو بيقول لي الف تربيع ناقص 2 الف ناقص 3 اي. افكه. ماشي. الالف تربيع دي عبارة عن 1 0 4 9، ناقص تنزل أهي 2 ألف، فكنا 2 ألف بسالب 2. 0 4 6 ناقص 3 أي، أدي 3 أي. فك بقى كده وتتأكد من فكك. تعال اتأكدي من فكك ها. 1 ناقص 2 ناقص 3 يديني 0. 4 ناقص 4 ناقص 0 يديني 0. 0 ناقص 0 ناقص 0 يديني 0. 9 ناقص 6 3 ناقص 3 6. اداني صفار. طب ما هو بيقول لك اصلا ايه؟ بيقول لك اثبت ان هي بتساوي المستطيل الصغير. المستطيل ده هندسه يعني 4 اصفار. لما لسه مطلعها بتساوي 4 اصفار اهي. يبقى اجابتنا كده ايه؟ اجابتنا صح. حاول بنفسك هتحل السؤال ده وتبعته لي يا هندسه عشان اشوفه لك واقول لك صح ولا غلط. السؤال اللي بعديه. كده انا خلصت الضرب. خلصت الضرب. داخل بفضل الله على المحددات، الدرس اللي قبل الاخير. في عندي في المحددات يا شباب، قبل ما نبدأ في المحددات عندنا نوعين من المحددات. صلى على رسول الله كده. المحددات كشكولك كشكولك في يا مستر. قال لي المحدد هو مصفوفة مربعة عدد صفوف يساوي عدد الأعمدة، بتتحط في قسم النوع ده، حط أي أرقام. فك إزاي؟ قال لي بضرب الرئيسي في بعض، بقول 2 في 1 ناقص الفرع في بعض 3 في 5. فك على الأول طلع الناتج. حلو أوي. طب لو معايا 2 3 سالب 2 5، يلا هضرب الرئيسي في بعض. 2 في 2 ناقص 3 في سالب 2. أفك وأطلع الناتج. بس كده قال لي هي ديت 2 في 2. طيب لو معايا بقى 3 في 3. بص يا هندسة. قال لي 3 في 3 ليها طريقتين، أو بمعنى صح في فكرتين. الفكرة الأولى يكون في 3 أصفار فوق القطر الرئيسي، أو 3 أصفار تحت القطر الرئيسي. طبعا لو جينا بينا القطر الرئيسي هيبانوا الثلاث أصفار. دي قاعدة عندنا. المفكوك بتاع المحدد ده عبارة عن حاصل ضرب القطر الرئيسي، يعني 2 في 3 في 1 يجي 6.
ادي القطر الرئيسي في 3 اصفار، 1 2 3. طالما في 3 اصفار اهو، يبقى الناتج عبارة عن حاصل ضرب القطر الرئيسي. 2 في 3 في 5، يديني كام؟ 30. خش على الأسئلة. يلا يا هندسة. المحددات. يختار الإجابة الصحيحة. قيمة المحدد. أضرب الرئيسي في بعض. 7 في 2 ناقص 3 في 5، يديني -1. إجابة رقم ج. حلو أوي. هضرب الرئيسي في بعض. 1 في 1 ناقص الفرع في بعض. ظا في -ظا. حلو قوي. 1 في 1 بواحد، سالب في سالب بموجب. ظا في ظا بظا تربيع. خدنا قاعدة في حساب مثلثات: 1 زائد ظا تربيع يدي قا تربيع. 1 زائد ظا تربيع يدي قا تربيع. 1 زائد ظا تا تربيع تدي قا تربيع. دخلني في المعادلات. هنا في صفر يا شباب مش باين، نبينه. اضرب الرئيس في بعض. 2 في س ناقص الفرع. 4 في 1 بتساوي صفر، بقت معادلة. 2 في س ب2 س ناقص 4 في 1 ب4 بتساوي صفر. أطلع الأربعة بعكس الإشارة، يبقى 2 س بتساوي 4. هقسم على الاتنين تطلع س. 4 على الاتنين فيها الاتنين. عندك اتنين؟ عندنا اتنين. طيب تعالى نشوف اللي بعديه. محدد ثلاثي. ما تخافش ما تخافيش. باين القطر الرئيسي بيناه في 3 اصفار اهو. يبقى المفكوك هضرب الرئيسي في بعض. 2 في 3 في 5، يديني 30. الإجابة رقم ب. ماشي. اللي بعديه محدد ثنائي. هضرب الرئيسي في بعضه. هضرب الرئيسي، يبقى الرئيسي لما اضربه يبقى س تربيع في س ناقص الفرعي. 3 في 5 بتساوي 12. س تربيع في س بس تكعيب. حالة الضرب نجمع الأسس. ناقص 3 في 5 ب 15 بتساوي 12. بقت معادلة. أطلع ال 15 بعكس الإشارة، يبقى س تكعيب بتساوي 12 زائد 15. يبقى س تكعيب 12 زائد 15 27. طب ما دي أس 3، آخد الجذر التكعيبي للطرفين تطلع س. جذر تكعيبي هتعمل على الآلة يا هندسة. شفت جذر 27 يديني 3. عندي 3. عندك 3. هو عايز قيمة س، أقول له س بكام؟ ب3. طيب شوف اللي بعد كده. مهمة أوي المسألة دي. هاخد الرئيسي في بعض. 2 ناقص س. بس استاذن حضراتكم يخش في قوس اي مقدار. في س زائد 2. ادي الرئيسي ناقص الفرعي. 2 في -3. وخدوا بالكم بره في 1. عشان اضرب ده في ده خليك ناصح شويه. القوس الاولاني معلش نزله زي ما هو. ايه رايك بما ان ده جمع والجمع عمليه ابداليه، ابدل دول؟ يعني خلي 2 زائد س في الاول. يجي طالب يقول لي ليه يا مستر؟ اقول له عشان هنا العدد في الاول، فخلي العدد هنا في الاول من باب التسهيل. -2 في -3 بموجب 6. وادي 1 بره. اضرب بقى القوس في القوس، بقوا قوسين شبه بعض، يبقى الاول في الاول. 2 في 2 ب4. سالب في موجب بسالب. س في س بس تربيع. والباقي كله ينزل زي ما هو. حلو جدا. ماشي. ادي -س تربيع، معلش خليها لي بره. 4 زائد 6 يديني زائد 10. وادي الواحد اللي بره. كمل. -س تربيع تنزل، واخرج ال10 دي بعكس الاشاره. يبقى 1 ناقص 10. يبقى -س تربيع 1 ناقص 10 -9. السالب يروح مع السالب يا حضرات، يبقى س تربيع ب9. اخد الجذر التربيعي يبقى س بموجب او -3. عندك موجب او -3 ان شاء الله. عندنا اجابه رقم ج. سؤال كتاب مدرسه، ناخد بالنا ها. دخلت على المحدد الثلاثي. هبين القطر الرئيسي. بينته. مستر الحق في 3 اصفار، يبقى اضربهم في بعض. 2 س في 3 س في -س بتساوي 48. هضرب الاعداد في بعضها. 2 في 3 ب6، وهنا في -1 يبقى -6. س في س في س بس تكعيب. في حالة الضرب نجمع الأس. وادي ال 48. هقسم يمين وشمال على -6. دي تروح مع دي. وبعدين يبقى س تكعيب 48 على -6 فالسالب 8. اخد الجذر التكعيبي للطرفين، تشيل الأس تطلع س. شفت جذر -8 يديني -2. عندك -2 ان شاء الله. عندنا إجابة رقم ب.
حاجات كلها مناهج اعدادي، بس هي الطلعه الاولى بس. اه المساله دي جميله قوي. هبين القطر الرئيسي، بينته. الحق يا مستر ده فيه 3 اصفار، ايه يعني؟ يبقى الحل هتضرب الرئيسي في بعض. 2 س في ص في 5 ع. طب ما تفك دي. 2 في 5 ب10، وس في ص في ع بس ص ع. وبعدين يا مستر انا وقفت، هنصلي على الرسول كده. بص المعطى ده، س ص ع بكام؟ ب7. طب ما دي س ص ع، يبقى ال10 تنزل بينهم علامة ضرب، واشيل دول واحط كام؟ ال7 اللي فوق. 7 في 10 ب70. كلام ممتاز زيكم ورب الكعبة. يعني مش عارف اقول لكم الواحد يعني ايه. في ناس في الدفعة دي جميلة جدا طيبة، فربنا بيبارك فينا والله بسبب الناس دي يعني. طيب، بعد كده داخل على الجزء اللي نزلنا من ثالثه ثانوي. في عندنا خواص المحددات. خواص المحددات، اكتب معايا خواص المحددات. في خاصيه مهمه جدا بيشتغلوا عليها. لو بدلنا صف مكان صف او عمود مكان عمود، بغير اشاره قيمه المحدد الاصلي. ازاي يا مستر يعني؟ بص كده معايا. ا ب ج، ا ب ج كده ما عملتش حاجه. بص بص اللي جايه دي. د ه واو، الصف الثاني. د ه واو، خليها الصف الثالث. يبقى استبدل صف بصف، اغير اشاره اللي بره تبقى الاجابه -15. دي خواص، ايوه خواص مهمه جدا، منتظره في الامتحان ان شاء الله. مديك نون ومديك ميم، يقول لك مين بتساوي ايه بالنسبه للنون. طب ما تيجي نعمل مقارنه. دي كام؟ ده اسف كام؟ واحد بقى 3. ايه اللي حصل؟ قال لي ضربنا في 3. طب 2 بقت 4، قال لي ضربنا في 2. طب 1 بقى 5، قال لي ضربنا في 5. يبقى الناتج بتاع حضرتك 3 في 2 في 5 يديك 30. وانا شغال في محدد اسمه نون، يبقى 30 نون. الاجابه رقم د. ماشي. اللي جاي، عاوز اجيب قيمه المحدد ده، قيمه الف من المحدد. طب بص يا هندسه، حضرتك لو بصيت على العمود الثاني والعمود الثالث، تعالى كده نعمل مقارنه. -1 بقى 2 ضرب في -2. -2 بقت 4 ضرب برضه في -2. يبقى هو خد العمود الثاني ضربه في -2، خد العمود الثالث اسف ضربه في -2. طب ده واحد بقى ألف. طب ما تضرب الواحد في -2 عشان تجيب الألف. يبقى الألف بكام؟ ب2. يبقى الإجابة رقم ب. ماشي. مساحات طبعا مهمة جدا. قال المساحات عشان تجيب مساحة المثلث، هنقول مين بتساوي مين يعني مساحة نص، ونص ده ثابت في القانون. هنعمل محدد ثلاثي احنا اللي هنعمله. ازاي؟ شايف النقطة دي 3 و5 اهي، 3 و5 بكتبها زي ما هي. النقطة دي 2 و0، والنقطة دي -3 و3. كده المحدد بقى فاضي. قال لي لا، بحط العمود التالت واحد، وبعدين أغير إشارات. في إشارات بحطها للمحدد كقاعدة. موجب سالب موجب، موجب سالب موجب، دول ثابتين ها. النص يا شباب هينزل، وافتح قوس، واخد العنصر الاولاني -3. ممكن الله يخليك تركز معايا. هنشيل الصف، شايف ايديا الصف والعمود بتوع ال3. هشيل ده واشيل ده، يتبقى المحدد ده. شايفه الاربع ارقام دول فكهم بقى. اول 0 في 1 ناقص 3 في 1، ده العنصر الاولاني. في بعد كده -5، يفتح قوس، شيل صفها وعمودها. شايفين ايديا؟ هشيل ده خالص، يتبقى مين؟ يتبقى 2 -3 و1 1. يبقى الإجابة 2 في 1 ناقص 1 في -3. وبعدين كم؟ -1. ادي -1، وافتح القوس، اشيل صفها وعمودها، او اشيل ده واشيل ده. يتبقى دول 2 في 3 ناقص 0 في -3. تقفل، وتقفل القوس الكبير اللي كان قدام النص. مع العلم المساحة بتطلع بالموجب، فدايما بنقول الناتج اللي خارج بيخش قيمة مطلقة هنا، عشان لو بالسالب يتحول لإيه؟ لموجب. ده اللي بعد كده اه مهم جدا زي اللي فات، نقول فكرته ونعمله برضه.
هنا بيرسموا رسمة على الشبكة وعايز مساحة المثلث. طب ما مساحة المثلث يا شباب بتحتاج مني إن أنا أطلع الإحداثي بتاع النقط دي. طب ما تيجي نطلعه. يا مستر ده راسم رسمة، إيه المشكلة؟ شايف ألف؟ امشي معايا كده، هنزل أقراها من تحت وبعد كده أخش من الجنب. تحت في كام؟ واحد، إحداث السيني، والإحداث الصادي اتنين. طب أنا عايز الب، انزل تحت تلاتة، خش من الجنب واحد. طب أنا عايز الجيم، انزل من تحت اتنين، خش على الجنب تلاتة. يبقى كده معاك ألف وب وب. أقول له المساحة بتساوي نص في محدد ثلاثي، انقل الزوج واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة، بني الأزواج دي يا شباب، والتالت دايما كله واحد. وبعدين أحط موجب سالب موجب، دي قوانين ثابتة للإشارة. ماشي. النص هينزل وافتح قوس، العنصر الأول موجب واحد، وافتح قوس، أشيل صفها وعمودها، يتبقى دول. هقول واحد في واحد ناقص تلاتة في واحد، إيه؟ سالب اتنين، افتح القوس، أشيل صفها وعمودها، تلاتة في واحد ناقص اتنين في واحد. وبعدين الرقم التالت موجب واحد، افتح قوس، شيل صفها وعمودها، يبقى أقول تلاتة في تلاتة ناقص اتنين في واحد. أقفل القوس وأقفل القوس بتاع النص. وقلنا مع العلم المساحة لازم تطلع بالقيمة المطلقة عشان لو الناتج سالب يطلع موجب. يبقى كده جبت لك صورتين للمساحة، ممكن تجيبها بنقط وممكن ترسم. طيب الجزء الأخير في المحددات، خد بالك منه. بيقول لك ألف مصفوفة على نظم 2 في 2 ومديني محدد ألف ب 15، عايز محدد 2 ألف. لما تصلي على رسول الله، عشان أفك المحدد ده العدد ده بيخرج بره بأس النظم. يعني 2 أهي، نظم 2 في 2 يبقى أس 2 ويتبقى محدد الألف. ماشي. 2 أس 2 ب4، في محدد ألف بكام؟ مدوني ب 15. وبقى في 15 ب 60 يديني الإجابة رقم ج. مسألة مباشرة جدا يعني. ألف مصفوفة مربعة على النظم ده، تعالى نمسك المحدد الأولاني المعطى. طلع لي ده بره، يطلع بأس النظم. طب يا نظم 2 في 2 يبقى دي تطلع 2 أس 2. ويتبقى مين؟ محدد الألف تساوي 8. 2 أس 2 ب4، محدد الألف ينزل وأدي التمانية. هقسم على 4 يمين وشمال، يبقى محدد الألف 8 على 4 فيها الاتنين. طب هو عايز إيه مني؟ عايز محدد 3 ألف مد. ركز، العدد بيطلع بره بأس النظم، يبقى 3 أهي. النظم بتاعنا 2 في 2 يبقى 3 أس 2، ويتبقى محدد ألف مد. ماشي. 3 أس 2 ب9، في محدد الألف مد. مستر مش عندي، لا عندك ملحوظة. محدد الألف يساوي محدد الألف مد. مهمة جدا دي، ها، خدوا بالكم منها. طيب يعني هقول 9 في محدد الألف في 2 يبقى 9 في 2 دي 18، يبقى إجابة رقم ج. بعد كده محدد ثلاثي باين القطر الرئيسي 3 اصفار، يبقى الحل هتضرب الرئيسي في بعضه. 5 في س في ص، 5 في س في ص ب5 س ص. اقف. ايه يا مستر ده؟ ده من الترم الاول، تمرين مشهور وطريقة قطعه في نقطة داخل الدايرة. بيتفك ازاي؟ باخد النص ده في النص ده، يبقى س في ص بتساوي النص ده في النص ده، اخد الجا في 2 قطع. س في ص بس ص، الاتنين هتنزل جا في قطع يروحوا مع بعض، اي نسبة في مقلوبها بواحد. طب ما هي س ص كده انا وصلت لها بكام؟ س ص وصلت لها باتنين، خلاص يبقى اقول له 5 في، اشيل الس ص واحط اتنين. 5 في 2 ب10، الاجابة رقم ألف. سؤال طبعا جميل، جايب لي حتة من الترم الاولاني. باستخدام المحددات اثبت ان النقط تقع على استقامة واحدة. قال لي عشان تثبت ان النقط على استقامة واحدة لازم ان المحدد الثلاثي يساوي صفر. فانت هتروح دلوقتي تقول لي المين بتساوي، لا بلاش المين، معذرة، هقول له المحدد الثلاثي بيساوي، نزل الأزواج 3 5 4 سالب 1 5 سالب 7، والعمود التالت كله وحايد. قوانين موجب سالب موجب،
باخد العنصر الأولاني موجب 3، افتح قوس، شيل صفها وشيل عمودها، يتبقى ده. شايف إيدي فين؟ يلا الرئيسي في بعضه. -1 في 1 ناقص 1 في -7. يلا -5، افتح القوس، شيل العمود بتاعها، يتبقى 4 في 1. 4 في 1 ناقص 5 في 1. يلا موجب 1، شيل صفها وعمودها، يتبقى 4 في -7 ناقص 5 في -1. هتضرب دي على الآلة، لازم إن شاء الله تساوي صفر. لو ما ساوتش صفر يبقى أنا غلط. يبقى له إذا النقط ألف وباء وجيم تقع على استقامة واحدة. يبقى يا شباب، إيه شرط الاستقامة واحدة؟ لازم أن المحدد لما يتفك يديني صفر. ما ادانيش صفر يبقى أنا غلط. سؤال تاني مقالي: اوجد مستخدما المحددات المساحة. هقول له المساحة بتساوي نص، تستخدمها في الاختياري. محدد ثلاثي، انقل الأزواج 2 4 -2 4 0 -2، والعمود التالت كله وحاجة. إشاراتك موجب سالب موجب، نص هينزل افتح قوس، موجب 2 افتح قوس، شيل صفها وعمودها، بقى دي 4 في 1 ناقص 1 في -2. يلا العنصر التاني -4، افتح القوس، شيل صفها وعمودها، يبقى -2 في 1 ناقص 0 في 1. بعد كده موجب 1، العنصر التالت، شيل صفه وعموده، يتبقى ده. يبقى -2 في -2 ناقص 0 في 4. تنساش تقفل القوس اللي انا فتحته بعد النص. هتدخل ده على الآلة، ما تنسوش قيمة مطلقة عشان ممنوع الناتج بالسالب. طيب يا هندسة، كده يا هندسة أنا خلصت المحددات، فاضل لي بس آخر جزئية فيها، ودي جت في امتحان الشهر: حل نظام المعادلات الخطية بطريقة كرامر. كرامر ده عالم اخترع نظرية احنا بنحلها مع بعض. أول حاجة عشان أحل كرامر تصلي على رسول الله أول حاجة. تاني حاجة هتجيب لي الدلتا. الدلتا يعني إيه يا مستر دلتا؟ قال لي يعني محدد ثنائي. تاخد المعاملات، س قدامها 1 والصاد قدامها 3، س قدامها 2 صاد قدامها 5. فك يلا، 1 في 5 ناقص 2 في 3، فك دي اديني -1. وبعد كده بجيب حاجة اسمها دلتا س. ادي المحدد اهو. بص بقى، في دلتا س بشيل الاولاني ده، شايفين الاولاني ده يا شباب؟ بشيل ده خالص، بشيل العمود ده واحط مكانه الحد المطلق اللي بره ده اللي هو 5 8، والرقم التاني زي ما هو. فك بقى، 5 في 5 ناقص 8 في 3 اديني 1. اجيب دلتا صاد محدد. الدلتا صاد هتشيل ده، تشيل العمود التاني، يبقى العمود الاول ينزل زي ما هو، والعمود التاني ده احط مكانه الحد المطلق اللي هو 5 8. فك معايا، 1 في 8 ناقص 2 في 5 يديني -2. كده انا جبت الدلتات. تعالى بقى نجيب السين، عشان هو عايز سين وصاد عشان اجيب مجموعة الحل. السين قانونها ايه؟ مش انت عايز سين يبقى دلتا س على دلتا، عايز صاد يبقى دلتا صاد على دلتا. دلتا س هنطلعينها دلوقتي بكام؟ بواحد. على الدلتا -1، 1 على -1 يديني -1. طيب والدلتا صاد، دلتا صاد ب -2 على الدلتا -1، -2 على -1 ب2. يبقى م ح مجموعة الحل، قوس مجموعة وزوج مركب، س الأول وبعد كده صاد. ده مين ده؟ عمك كرامر، خد بالك منه، خد بالك منه. نروح بعد كده للمعكوس الضربي، والدرس الأخير في الوحدة الأولى. المعكوس الضربي لازم تبقى عارفة إن المعكوس الضربي رمزه رياضة ألف أس -1، فلما يجي لي في الامتحان ألف أس -1 يعني معكوس ضربي. طب سريعا كده، المصفوفة إمتى يكون لها معكوس ضربي؟ اكتب معايا واكتبي معايا. يكون لها معكوس ضربي لما الدلتا لا تساوي صفر. يعني إيه؟ يعني تعالى معايا كده نبص على المثال ده، بيقول لك أي المصفوفات الآتية ليس لها معكوس ضربي. فحضرتك وحضرتك هتروحي وهتروح تفك لي الإجابات. هات المحدد، هات الدلتا، أقول 1 في 5 ناقص 2 في 3.
افك دي بالآلة تديني -1. طالما طلعت رقم كده ليها معكوس ضرب، كده لها معكوس. فك ده. -1 في 8 ناقص 2 في 4 يديني -16. دي كده لها معكوس. فك دي. 2 في 9 ناقص 3 في 6 دي هتديني 0. دي ليس لها. وبيقول لي أي مصفوفات ليس لها يبقى الإجابة رقم ج. تعال أثبت لك دي. 4 في 1 ناقص 0 في -2 طلعت 4. كده لها معكوس برضه. يبقى إمتى المصفوفة ما يكونش لها معكوس؟ لما الدلتا لا تساوي 6. ماشي. شوف السؤال التاني. أي المصفوفات الآتية لها معكوس ضرب؟ هتروح تفك الأربع إجابات. هقول 2 في 3 أفك الرئيسي ناقص الفرع ناقص 1 في 6 هيديني 0. طالما اداني 0 يبقى ليس لها معكوس. 2 في -3 ناقص 2 في -3 برضه هيديني 0. دي ليس لها. أقول 3 في 3 ناقص 3 في 3 اداني 0. ده برضه ليس لها. 3 في 1 ناقص 0 في -3 هيديني الإجابة 3. طالما طلعت ناتج يبقى كده لها. وبيقول لي أي المصفوفات لها يبقى آخد الإجابة رقم د. خدوا بالكم من السؤال ده عشان مهم قوي وبيجي على طول في الامتحانات. السؤال اللي بعد كده بيقول لي إيه؟ إذا كانت أ بتساوي كذا فإن أ أس -1. حلوة قوي. أ أس -1 دي حضرتك قبل ما أجيبها لازم أنا أجيب الدلتا. الدلتا دي بتيجي إزاي؟ قال لي هضرب الرئيسي في بعضه 2 في 3 ناقص الفرع 5 في 1 6 ناقص 5 اداني 1. طالما طلعت ناتج يبقى دي ليها معكوس. تمام. بص بقى المعكوس الضرب بيجي ازاي. بقول واحد على الدلتا اللي طلعتها. واحد على الدلتا. واحد على الدلتا مضروب في المصفوفة الأصلية. بس وانت بتنزل المصفوفة القطر الرئيسي بدله. طلع التلاتة فوق ونزل اتنين تحت. بدل الرئيسي. والفرعي الفرعي غير إشارته. يعني دي 5 تبقى -5. ده واحد يبقى -1. طيب. واحد على الواحد في الواحد. الواحد لما يتضرب في المصفوفة يديني نفس المصفوفة مش هيغير حاجة. يبقى أنا عايز 3 -5 -1 2 إجابة رقم د. خدوا بالكم عشان معكوس الضرب من الأسئلة مهمة جدا جدا جدا. عندي السؤال اللي بعد كده بيقول لي إذا كانت المصفوفة دي ليس لها معكوس ضرب. إمتى المصفوفة يكون ليس لها؟ قال لي لما الدلتا تساوي 0. دي قاعدة حل اكتبها عندك اكتبها عندي. ليس لها قانونها دلتا بتساوي 0. تعال نفك الدلتا. اضرب الرئيسي. اقول له س في 3 ناقص 6 في 1 بتساوي 0. س في 3 ب 3 س. 6 في 1 في 6 بتساوي 0. طلع الستة بره يبقى 3 س بتساوي 6. هقسم على التلاتة يمين وشمال تطلع س 6 على 3 فعل 2. ان شاء الله الاجابه رقم ج. خدوا بالكم من السؤال ده عشان مهم قوي. السؤال اللي بعد كده برضه نفس الوضع. ليس لها معكوس ضربي. لما يقول لك ليس لها معكوس ضربي القانون اهو. دلتا بتساوي 0. الدلتا اضرب الرئيسي. الرئيسي فيه مقدار س زائد 3 ولا يهمني ان شاء الله. وس ناقص 3 ناقص 2 في 0 بتساوي 0 اللي بره. طيب. هضرب القوس. س في س بس تربيع موجب في سالب بسالب 3 في 3 ب9 ناقص 2 في 0 بصفر بتساوي الصفر اللي بره. وبعدين هقول له س تربيع تنزل. -9 ناقص صفر يديني -9 تساوي 0. هطلع -9 بعكس الإشارة يبقى س تربيع بتساوي 9. آخد الجذر يبقى س بتساوي موجب أو -3. عندي موجب أو -3. تعال نشوف. عندنا إن شاء الله الإجابة رقم ب. تمام. طيب السؤال اللي بعديه برضو ليس لها معكوس ضرب. يبقى الدلتا بتساوي 0. هاخد الرئيسي في بعضه 6 في -4 ناقص الفرع 2 هيتضرب في س ناقص 4 بتساوي 0 اللي بره.
6 في سالب 4 بسالب 24، هتضرب السالب 2 في القوس، سالب 2 في س بسالب 2 س، سالب 2 في سالب 4 بموجب 8. خدوا بالكم من المثال ده. سالب 2 س زي ما هي مالكش دعوة بيها. سالب 24 وموجب 8 يديني سالب 16 تساوي صفر. طلع دي بره، يبقى سالب 2 س سالب 16 تخرج بعكس الإشارة بالموجب. هقسم على السالب 2 يمين وشمال، تقوم تطلع معاك السين 16 على سالب 2 بسالب 8. يبقى كده السين بسالب 8 عندنا، الإجابة رقم ألف. طب كده كان جايب لي إيه؟ كان جايب لي في السؤال ليس لها. في سؤال بقى يجي لك دلوقتي يقول لك لها معكوس ضربي، وخد بالك منه. امتى المصفوفة يكون ليها معكوس؟ لما الدلتا لا تساوي صفر. برافو. حل بقى معايا، ايه هي الدلتا؟ اضرب الرئيس في بعضه، الف في الف ناقص الفرعي 3 في 12، ما تنساش لا تساوي صفر. الف في الف بألف تربيع ناقص 3 في 12 36، لا تساوي صفر. اخرج ال 36 بعكس الاشاره، يبقى الف تربيع لا تساوي 36، كانت سالب خرجت موجب. اخد الجذر التربيعي، يبقى الالف لا تساوي موجب او سالب 6. حلو جدا، انا وصلت ان الالف لا تساوي موجب او سالب 6. يعني معناها ايه؟ معناها اي عدد ينفع احطه مكان الالف ما عدا الرقمين دول. يبقى بنقول رياضه ح، الاجابه بقى ح. جميع الاعداد الحقيقيه كلها تنفع ما عدا الستة والسالب 6. خد بالك من الحته دي. لما اقول لك الف لا تساوي، يبقى معناها ح ناقص الرقمين اللي طلعوا دول. عندنا الإجابة دي، عندنا إن شاء الله الإجابة رقم د. طيب كده أنا وصلت لنهاية الوحدة الأولى. الوحدة الثانية فيها درسين بس يا شباب، فيها كام سؤال كده بساط ونهينا على كده بفضل الله. المتباينة الخطية والبرمجة الخطية. يقول لي النقطة التي تنتمي لمجموعة حل المتباينتين دول. ركز معايا لو سمحت، أنا بقول في أول متباينة س أكبر من صفر. تعال نشوف. إحنا هنسمي الزوج ده س ص، وده س ص، وده س ص، وده س ص. بقول لك س اكبر من الصفر، فين هنا السين اللي اكبر من الصفر؟ كلهم ما عدا الف، يبقى استبعد الف. صاد اصغر من الصفر، مين هنا الصاد اصغر من الصفر؟ الاجابه رقم ج ان شاء الله هي اللي هتنفع معايا. شفت الحل بسيط خالص، ها؟ ماشي. السؤال التاني، النقطه التي تنتمي. اسمي س صاد، س صاد، س صاد، س صاد. بقول لك س اكبر من 2. مين هنا اكبر من 2؟ ده مش اكبر من 2 ولا ده. يبقى يا اما ج يا اما د. اللي هيحدد اللي بعديها صاد اكبر من 1. مين اللي اكبر من 1؟ طبعا الاثنين هي اللي اكبر من 1، يبقى الاجابه رقم د. ده ج مش هتنفع. مباشره ما فيهاش اي حاجه، محتاجه تركيز بس. ولك النقطه التي تقع في منطقه ده. اضطر اعود بالاختيارات. المنطقة مديهاني بمتباينة اسمها س زائد ص أصغر من أو تساوي 3. هعوض بالاختيارات، مش ده اسمه س ص؟ هحط 1 زائد 3 يدينا 4. الأربعة أصغر من 3؟ لا، يبقى دي ما تقعش. النقطة التانية 2، 2 زائد سالب 3 يديني سالب 1. هل السالب 1 أصغر من التلاتة؟ أصغر، هي دي اللي هتنفع. خلاص خلصت. النقطة التي، خد بالك من السؤال ده، لا تنتمي. طب تعالى بس معايا كده نسمي س ص عشان نعرف نحل. س ص، س ص، س ص. س أكبر من أو تساوي 2. ده أكبر من، دي بتساوي 2، أكبر. كلهم ينفعوا. ص أكبر من أو تساوي صفر. ده كلهم. الفيصل بقى مين؟ المتباينة التالتة. ده عايز يشغلك بقى. عوض معايا. 3 زائد 1 يديني كام؟ 4. الأربعة أكبر من التلاتة، صح. طب ما دي تنفع، ما هتنفع. بقول لك لا 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 تنتمي، أنا عايز اللي مش هتنفع. طيب كم؟ 2، 2 زائد 2، 2 زائد 2 يدينا 4. الأربعة أكبر من التلاتة، صح. اللي بعدها
3 زائد 2 اديني 5. الخمسة أكبر من التلاتة، أه صح. هي دي اللي مش هتنفع، يبقى الإجابة رقم د إن شاء الله. السؤال اللي بعد كده بيقول لي النقطة التي تنتمي إلى نظام حل المتباينات. يلا سمي سمي سمي، يلا يا أنسة سمي يا دكتور. س صاد س صاد س صاد س صاد. عاوز س أكبر من التلاتة، الست أكبر من التلاتة، ده مش أكبر من التلاتة، ده مش معايا، يا إما ألف يا إما ج. صاد أصغر من واحد، مين اللي أصغر من واحد؟ السالب اتنين ولا أربعة؟ السالب اتنين، يبقى الإجابة رقم ألف. حلوة أوي 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 أوي. خش بقى على آخر حاجة معايا، النقطة التي تكون عندها ر. طبعا في حاجة عندنا في البرمجة الخطية يا شباب اسمها دالة الهدف، في قيمة عظمى وقيمة صغرى. طبعا قيمة عظمى لما يقول لك عايز القيمة العظمى بناخد أكبر رقم، ولو أقول لك قيمة صغرى بناخد أصغر رقم. طيب أنت هتروح حضرتك تشتغل في الاختيارات. طبعا ده س ص، ده س ص، ده س ص، ده س ص. هتعوض لي في الر. الر بتساوي إيه؟ بتساوي 40 س زائد 20 ص. هعوض يا هندسة. طبعا أول إجابة ما تعوضش بيها عشان تطلع صفر. تعالوا نعوض في النقطة دي. هقول 40 في السين بصفر زائد 20 في سالب 4. دي على الآلة تطلع سالب 8. لسه ما اعرفش اكمل باقي. اقعد مكان السين ب 15، يبقى 40 في 15 زائد 20 في 10. دي على الآلة ب 800. اعوض في الثالثة 40 في 25 زائد 20 في 6. دي على الآلة ب 1000. هو عايز قيمة ايه؟ عظمى. اكبر حاجة 1000 جت عن طريق النقطة 25 وصفر، يبقى الإجابة رقم د هي اللي هتعمل قيمة عظمى. سؤال مباشر، تعويض مباشر عادي، واشوف مين اللي هيديني قيمة عظمى. السؤال الأخير معايا، كتاب مدرسة، النقطة التي تكون عندها مين قيمة صغرى. صغرى يعني أصغر حاجة. طبعا أصغر حاجة لما أقعد بصفر وصفر ما تفكرش إنك تشتغل فيها، لأن حرام عليك تضيع وقت. وبكده يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. كده راجعنا بفضل الله منهج الجبر كاملا، ووصلنا بفضل الله لنهاية الوحدة الثانية. وكده يا صديقي الصدوق، كده احنا راجعنا منهج الجبر كاملا في محاضرة واحدة. انتظرني يا حبيبي في مراجعة الفرع الثاني إن شاء الله، تنزل لك بإذن الله رب العالمين قريبا بإذن الله. بكرة بالليل إن شاء الله رب العالمين هتنزل مراجعة حساب مثلثات. وإلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.